طبعا كلنا شفنا الراجل صاحب الفيديو ده. شفت اهانه وذل ومرمطه وده كله دوست عليه برجلي عشان اعيش، عشان جاي ازود دخلي. انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس انا كاني راجل مغترب، فانا حبيت ان انا اوصل معلومه لمعظم الناس اللي شايفاها بصوره سيئه. انت مش من الطبيعي ان كل واحد يعني يحصل معاه حوار اياكم في اي دوله من دول الخليج يطلع يعيط ويعمل فيديو وينزل دمعتين ويقول لك انا تعبان وانا اتهنت وانا اتظلمت وانا بص، انا اقول لك كلمتين. بما ان انا بقالي 5 سنين هنا في السعوديه، البلد دي فيها قانون، والبلد دي تحترمها تحترمك، هتزعلها هتزعلك. خليني اقول لك يا باشا ان انت هنا في دوله قانون، وان القانون هنا بيتطبق على المواطن قبل ما يتطبق على المقيم. مش محتاج ان انت يحصل معاك مشكله فتكبر المشكله توصل لمد الايد او توصل للاهانه او توصل للذل. مفيش حد بياكل لقمه عيش بالذل، ولو انت قبلت على نفسك ان انت من البدايه توصل المشكله الاكبر، يبقى انت معلش مش راجل حامي ومش راجل طبعك حامي. انا راجل مثلا محطوط عليا ومذلول، يبقى انا ما اقبلش بحاجه زي كده، ومن البدايه اقفل الباب دوت. وفي شرطه هنا، وانت عارف ان الشرطه هنا بتيجي اسرع من مكالمه التليفون، وفي برضه هنا مكاتب عمل ممكن تروح تشتكيها وحقك هيجي لك بالقانون، وحقك هيجي لك بدون مد ايد وبدون ما توصل للاهانه وبدون ما توصل للذل. احنا مش محتاجين ان احنا نطلع بفيديوهات عشان خاطر نسوق سمعه بعضنا او نسوق سمعتنا قدام الناس كلها وقدام العالم كله، ونقول ان احنا بنتضرب هنا واحنا بنتهان هنا. مفيش حاجه الكلام دوت. انت لو قبلت على نفسك حاجه زي كده من البدايه هتفضل طول عمرك كده. مفيش واحد سعودي يقبل ان انت هنا تتهان او انت يحصل معاك موقف زي دوت. فانا حابب ان انا اقول لك على حسب خبرتي ان انا هنا في السعوديه، حسب خبرتي ان انت هنا حقك ما بيضيعش، وحقك هتاخده من اي حد ايا كان مين هو، وانا اضمن لك حاجه زي كده. فانت مش محتاج ان انت تطلع بفيديو تسوق سمعتنا قدام الناس، او فيديو تعمل فيه ويبقى منظرك وحش قدام اهلك وقدام بيتك وقدام عيالك. واحنا هنا معظمنا بنكون قاعدين اصلا ما بنعرفش اهلنا حاجه من اللي بتحصل معانا هنا، ايا كانت بقى مشكله كبيره صغيره. فما احنا مش مجبورين ان احنا نعرفهم حاجه زي كده عشان خاطر ما نتعبهمش نفسيا علينا. فانت يا صاحبي يعني ربنا يعينك، وربنا ان شاء الله يوفقك بما هو قادم، وان شاء الله توصل للي انت نفسك فيه واللي انت نفسك تحققه توصل له. بس برضه انا حابب ان انا اقول لك ان مفيش حد في الدنيا يقبل باللي حصل لك دوت، اذا كان مغترب او اذا كان من اهل البلد. فانت حقك تاخده بالقانون مش اكتر ولا اقل. وانا يا عمي مش عارف اقول لك ايه تاني.